بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. ان شاء الله تكونوا كامل بخير في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بما انه بداو يامات تاع البرد حندير لكم واحد البغرير الله يجي ما شاء الله مثقوب كي الشهدة، رايحين تحضروه بسرعة. لكن من قبل ما نبداو هذا الفيديو نشوفوا فينا اول مرة نقولوا ما تنسوش ديروا لنا ابوني وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد باذن الله، وتدعمونا بلايك لنستمر في تقديم الافضل. انا عندي هنايا راح ندير المقادير تاع 500 غرام تاع رطل تاع السميد. عندي هنا زوج غرفيات كليت بالغرفيات، جاوني نصف كيلو 500 غرام. هذا السميد درت زوج غرفيات رطوبه كما قلت لكم، لازم يكون بزاف رطب باش يجيكم مليح. حتى ولو كان متوسط تقدروا ديروه، لكن رايحين تميكسوه بزاف حتى يذوب كامل هذاك السميد. المهم دائما نستعمل النوعيه الجيده تاع السميد. هنايا في زوج غرفيات تاع السميد انايا درت ملعقه فارينه، رايحه ندير كذلك ملعقه تاع الخميره تاع الخبز. الخميره تاع الخبز هنايا السر في البغرير انكم ما تكثروش الخميره تاع الخبز، لانه كما يقولوا يفرفر هذاك العجين، ما راش رايح ينثقب لكم. نديروا فقط كميه قليله. انا هنايا درت ملعقه هذيك تاع الاكل درتها ماشي معمره مليح. كذلك درت ملعقه تاع السكر، وعندي هنا ملعقه قهوه معمره مليح تاع خميره تاع الحلوى. هذاك الباكي تاع 10 غرام تاع خميره تاع الحلوى اي لا ليفر نقسموه الى نصفين، ندير النصف تاعو فقط. في هذا الاثناء رايحه ندير الماء. عندي هنا ماء فاتر، رايحه ندير 2 كيلات ونصف. في الاول ندير 2 كيلات ونصف فقط على حسب ذاك السميد. الا كان السميد تاعكم يشرب مليح تقدروا تزيدوا له كيله في الاخير، ولا كان سميد ما يشربش ما تزيدولوش. انا هنا درت تقريبا 3 كيلات. درت في الاول 2 كيلات ونصف، ومن بعد زدت الكيله نصف كيله، جاوني كامل 3 كيلات. نخلط هنايا السميد تاعي. شوفوا هنا بعد ما درت 2 كيلات ونصف وقعد لي هكذاك يابس شويه، على ذيك راح نزيد له نصف كيله، يولوا لي كامل 3 كيلات. ودائما على حسب النوعيه تاع السميد. لازم في الاول كي نخلطوه يكون بهذا القوام، حتى والله راه يبان لكم شويه يابس، لكن ما يخلعكمش، لان كل ما نميكسوه كل ما رايح يزيد يطرى. انا نجيب الميكسور تاعي، نبدا نميكسي مره على مره هكذا. نميكسي حوالي دقيقتين حتى 3 دقائق، نعاود نحبس نزيد نميكسي. انا هنا ميكسي تقريبا حوالي 4 مرات. المهم هنا بعد ما ميكسيتو في المره الاولى كما شفتوا انا ما درتش الملح في هذا البغرير، ما نديروش في الاول، لانه كي نديرو في الاول رايح يمنع باش ديك الحبه تاع السميد رايحه تذوب لنا مليح. على ذيك من الاحسن ميكسو مليح البغرير تاعنا باش نديرو الملح. انا هنا بعد ما ميكسيتو خليته يرتاح شويه، بعد ما وليت نميكسيه المره الثانيه باش درت له الملح. هنايا نجي ندير له ملعقه تاع قهوه معمره تاع الملح، هذا في 500 غرام، ودائما نديرو عندنا ميزاننا. كذلك مع هاد الملعقه تاع قهوه تاع الملح كي نديرها ندير معها ملعقه تاع الخل. الخل هنايا رايح يجيكم حكم روحو، ما يجيش معجن البغرير تاعكم، ورايح يجي كذلك بزاف مثقوب. نزيد الميكسي بعد ما درت الملح مع هذاك الخل، نكسي مليح العجين تاعنا. انا بعد ما ميكسيتو المره الثانيه انا خليته يرتاح حوالي 5 دقائق هكذاك، عاودت وليت ميكسيتو كما قلت لكم 4 مرات حتى درت 4 مرات. في هذه الأثناء بعد ما مكسيتو أنا هنا خليته يرتاح هذه المرة الثالثة. بعد ما خليته يرتاح وليت مكسيتو للمرة الرابعة خليته يرتاح. أنا هنايا تقريبا دالي 10 دقائق باش ما لازمش يخمر مليح، فقط تشوفي غير بدا يدير هذيك الرغوة تروحوا طيبوه، لأنه راهي فيه لا ليفر ماشي مشكل تاع الخميرة.
غير تشوفوا بدا يطلع شويه نروحوا نبداو نطيبوه. هنا رايحه نكمل نميكسيه ونخليه يخمر ونشوفه ان شاء الله بعد كي نجيو نطيبوه ان شاء الله. هنا بعد ما خمر شوفوا هنا البغرير تاعي غير بدا يدير هذيك الرغوه، نجي لهنايا نبدا نسخن المقله تاعي. دائما البغرير تكون عنده مقله او طاجين سبيسيال لانه يلصق. كي يلصق لنا كي نطيبوا فيه حاجات اخرين ما لازمش نطيبوا فيه مثلا فطيره ولا اي حاجه ولا مسمن، رايح يولي لكم ملصق. نديروه سبيسيال فقط للبغرير. هنا بعد ما درت وسخن مليح نقصت له الى نار متوسطه وندير هذاك البغرير تاعي. شوفوا هنا بعد ما درتو شوفوا كيفاش يبدا ينثقب. صدقوني رايح يجيكم كيما الشهده ما شاء الله، بغرير روعه ويجي حاكم روحو. بهذه الطريقه اللي درتو انا على طريقتي الخاصه رايح يجيكم حاكم روحو ماشي معجن. هنا غير نشوفوه يعني بدا ينشف من الفوق، يطيب من الفوق، نجو نقلبوه هكذا نقلبوه. شوفوا كيفاش يجي اللون تاعو. نقلبوه فقط ثواني ينشف قليل هذاك الوجه برك ونحوها. نعاود انايا هنا عاود درت واحده اخرى البغرير تاعي. يعني رايحه ندير كل ما ندير البغرير رايحه نعاود ندهن مره على مره. شوفوا كيفاش يبدا ينثقب. بعد ما نشوفوا كذلك نشف من الفوق رايحه نقلبها ونكمل نطيب كامل البغرير تاعي بهذه الطريقه. انا هنا البنات راح نكمل طيب البغرير ونشوفه ان شاء الله في التقديم. هنا بعد ما طيبت البغرير شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله كي الشهده كامل مثقوب. انا هنايا طيبته تقريبا على الفجر، يعني كان نهار ما مازال ما طلع. صدقوني يعني صور بالهاتف ما طالوش حقه، يعني ما جاش ما راش يبان كيما صح. هذوك الثقوب ما راهمش يبانوا مليح، لكن صدقوني اني نقول لكم راح يجيكم كيما الشهده. فقط تبعوا هذه الطريقه، تبعوا كامل طريقه تاع الخدمه تاعهم. ما ديروش الملح في الاول، كي ديروا الملح ديروا الخل. اخدموه بهذه الطريقه، روحوا ميكسوه وولوا ليه ورجعوا لي بالخبر. صدقوني رايحين يعني تخدموه وتدعوا ليه، رايح يجيكم اروع بغرير. رايحين تعتمدوا هذه الطريقه دائما. انا هنايا رايحه ندير له العسل مع قليل من الزبده. البنات هنايا يعني شهيتكم في الجنه. كاين كي حطيت المره اللي فاتت مسمى في الفيسبوك قالوا لي سخفتينا شهيتينا مع صباح. شهيتكم في الجنه. انا ماشي باش نشهيكم ولا نسخفكم، انا باش يعني نعلمكم ان شاء الله طيبوا حوايج ديروهم الله الله. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه وتجربوها، لاني متاكده 100% بلي رايحه تنجح معكم. في نهايه الفيديو ما تنسوش تخلوا لنا تعليقات وكومنتار شابين. الف تحيه لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.